ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ عملنا كده الفتة المصرية اللي طبعا كل البيوت هتعملها اليومين دول بطريقة حلوة جدا وبطريقة خفيفة. يا ريت تدعموني دايما بلايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد. طبعا شايفين الشوربة معانا صافية خالص كده، بجد حاجة كده عظمة. وبجد شايفين كده اللحمة معانا بتدوب كده مع الرز بالمعلقة. بصوا كده قلبها يا سلام. يلا بينا كده نشوف القمر ده عملناها ازاي. طعم الاكل بجد حكايه. اهم حاجه ان انت تبقي عامله لاولادك الاكل كده بنفس راضيه وتسمي الله وتصلوا بينا على النبي. ويا ريت ما تنسوناش ابدا من دعاكم ولايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا كده احنا في الايام الاخيره من شهر ذي الحجه. يعاد علينا يا رب العالمين بالخير والبركه ومحد يشوف اي حاجه وحشه ابدا في حد غيري عليه. يلا بينا كده نعمل الفته المصريه بطريقه قمر جدا. بس بتمنى ان ما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك علشان يوصلك كل جديد باذن الله. معانا كده اللحمه القمر بتاعتنا كده، ومعانا قرن الفلفل ده، ومعانا كده بقى عشان ناخد طعم للشوربه القمر بتاعتنا البصل الحلو ده كده مقطعينه، وطماطمايه مقطعينها، وجزره وفلفل. يلا بينا كده نروح كده علشان عايزين اكله كده تكون شوربه خفيفه وتكون دسمه، حاجه بسيطه شويه. يلا بينا كده على النار ونشوف هنعمل ايه في الوك بتاعنا. اول حاجه هنا معانا كده الوك بتاعتنا كده طبعا سخنه، وهننزل عليها كده بمعلقه كده صغيره من السمنه. طبعا احنا مخلينها على النار كده، مخلين الوك بتاعتنا كده على النار وجاهزه معانا. هنبدا ننزل كده بقرن الفلفل القمر ده في السمنه بتاعتنا كده. طبعا لازم نسمع فش دي كده، وننزل قطعه قطعه من اللحمه والبصل وكل الحاجات القمر دي مع بعض. والخضار بتاعنا كله كده، ونشوح كل الكلام ده مع بعض. وهنا كده معايا ليمون انا مجففاه كده. يلا بينا كده نحطه. بصوا كده ناشف خالص، بجد بيدي طعم حكايه للشوربه بتاعتنا. وهنرميه كده معاه، وهنغطي على كل الكلام ده كده. هنسيبه كده شويه، مش هنحط له اي اضافات دلوقتي لحد لما يبدا يتشرب معانا كده كل المواد السائله بتاعتها كده. وهنرجع تاني مع بعض. بس اهم حاجه نكون غاليين الميه. وما تنسوناش بلايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي شيء، بس هيرفع معانا القناه باذن الله تعالى. يلا بينا كده عشان نعمل احلى فته للعيد. كل سنه وانتم بالف خير، يا رب العالمين يعود علينا يا رب بالخير والبركه. طبعا كده احنا هنسيبها كده لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها والعصارات بتاعت اللحمه والخضار والكلام ده كله، ونرجع تاني مع بعض. ومعايا يا حبايبي ورق الراولة ده كده انا غسلته، وهننزل بيه في الوok بتاعنا كده. وهنغطي الوok بتاعنا كده لحد ما ينزل كل العصارة بتاعته اللي فيها. طبعا مش هنزود اي حاجة دلوقتي ولا اي حاجة. هنسيب كده كل اللحمة بتاعتنا والخضار يتشمع كده مع بعضه، ونغطي عليه ونرجع تاني مع بعض. بس ما تنسوناش بلايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. كل سنة وانتم بألف خير. هنعمل فتة العيد بأحلى طريقة وأسهل طريقة، بتمنى انها تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. نستنى لحد لما الأكل بتاعنا يبدأ يتشمع ونرجع تاني مع بعض. وطبعا هنا كده يا حبايبي احنا شايفين كده اللحمة بتستوي كده مع الخضار، بتنزل كل العصارة بتاعتها. وشايفين الليمونة القمرة دي كده مع اللحمة، بجد بتخلي، بصوا بقى مش قادرة اقول لكم. انا طبعا ما حطيتلهاش لسه اي توابل ولا اي حاجة، بس والله بجد الحاجات دي عامله ريحه مع الاكله تحفه جدا. جربوا بقى الوصفه دي كده، جربوا كده الفته بتاعتنا بنفس الطريقه، هتاخدوا اطعم شوربه بجد ممكن تعملوها. طبعا احنا كده بنخلي كل العصاره بتاعه اللحمه والخضار كله يستوي مع بعضه، وبجد بتاخدي اطعم شوربه. بجد مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. بتمنى بقى ما تنسوناش بلايك وكومنت واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي شيء. طبعا يا حبايبي احنا كده شايفين خلاص كده معانا اللحمه اتشربت كل العصاره اللي فيها. طبعا شايفينها كده
وطبعا مش قادره اقول لكم بقى ريحتها تحفه جدا بجد. لو جربتيها مش هتفكري ان انت تعملي الفته الا بالطريقه دي. طبعا دي الليمونه بتاعتنا بجد طعمها تحفه جدا، بتبقى مخليه طعم الشوربه بتاعتنا فظيعه. اذا كنتوا عايزين الطريقه بتاعه تجفيف الليمون اكتبوا لي في الكومنتات كده وانا هعملها لكم باذن الله. بجد تحفه جدا وبتوفر عليكي كتير احسن ما بتشتريه من بره. هنبدأ بقى كده، احنا خلاص كده هي بدأت خلاص كده معانا تتشرب. احنا عايزين ناخد نفس النكهة بتاعة الخضار بتاعنا. اهم حاجة ان احنا نكون غاليين المية بتاعتنا، وهنبدأ ننزل عليها كده بالمية. طبعا هنغليها مية تاني ونرجع تاني مع بعض علشان المية بتاعتها تكون فيها بصوا كده لون الشوربة بتاعتها. ودلوقتي يا حبايبي طبعا احنا زي ما احنا ما شايفين كده الشوربة صافية خالص كده معانا، وخلاص اللحمة خدت السوى اللي احنا عايزينه، وده هو المطلوب ان هي خدت السوى اللي انا عايزاه. بجد ريحة الشوربة تحفة جدا. هنعمل بقى دلوقتي طبق كده لسان عصفور. بصوا كده اللحمة المعلقة كده قطعت اللحمة، وده السوى اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل معانا كده العيش بتاع الفتة. انا ببقى حطاه في الفرن منشفاه الاول عشان ما يشربش من السمنة كتير. انا ببقى منشفاه كده بصوا كده ناشف كده. وطبعا بنحتاج توم كتير. يلا كده نشيل الحلة بتاعة الشوربة بتاعتنا ونروح كده نشوف هنكمل ازاي. ودلوقتي يا حبايبي كده احنا نشلنا كل اللحمة وحطيناها كده في بان تانية كده علشان ندخلها الفرن معانا. ودي كده الليمونة اللي احنا حطيناها بجد تحفة جدا وبتدي للشوربة طعم تاني. طبعا احنا كده ممكن بقى نطلع كل الخضار كده، البصل والطماطم، بس انا مش بحب اطلع البصل بصراحة، فانا هطلع الليمونة بس كده وهرميها. خلاص كده انا مش محتاجاها خلاص. وهنشيل كده الشوربة بتاعتنا كده وهنبدأ نكمل وصفة الفتة بتاعتنا الجميلة. بجد طعمها بيكون تحفة جدا. بتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بالطريقة دي ولا بطريقة تانية. هستنى منكم لايك وكومنت ظريف واشتراك عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. يلا بينا كده نبدأ نحمر العيش مع بعض. انا هنا كده يا حبايبي بحب ان انا اعمل كل حاجة كده ويا بعضها على طول عشان ما تاخدش وقت وتبقى على اخر حاجة للاكل. انا هنا هبدأ كده ان انا اعمل العيش. ابدأ ان انا احمر العيش في معلقة السمنة دي. طبعا انت لما بتبقي محمصاه كده في الفرن ما بيشربش السمنة ولا اي حاجة، وده اللي بيبقى مطلوب علشان ما يبقاش العيش دسم معانا كده وتبقى الاكلة تقيلة كده معانا. احنا كده هنبدأ نحمر العيش كده وما بيشربش السمنة خالص ولا اي حاجة. والوك التانية دي هنبدأ ان احنا نحمر فيها كده التومة بتاعتنا علشان نبدأ ان احنا نعمل الصلصة. هنبدأ ننزل بالتومة بتاعتنا كده وهنبدأ ان احنا نحمر كل الكلام ده كده مع بعض. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه ونرجع تاني اول لما التومه معانا تبدا تحمر كده والعيش يبدا لونه بس يعمل كده من السمنه بتاعتنا، ونرجع تاني نكمل وصفتنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. هنبدا ان احنا كده نحمر التومه بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. انا هنا كده يا حبايبي خلاص طلعت العيش كده معانا وتبلته كده بشويه ملح وشويه كمون كده، ومش بحب اكتر عن كده. ودلوقتي خلاص التومه معانا بدأت تحمر. وطبعا الفتة دي اساسها السمنة والثوم، يعني لو الثوم كده حبة حلوين هتاخدي احلى عرق للصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا. طبعا كده خلاص كده هي احمرت معانا خلاص كده. ومش هنزودها بقى بالخل، مش هنزودها بالطماطم، هنزودها كده معانا الاول كده بالخل. بس عايزينها تحمر شوية كده شوية كده كمان علشان خاطر الصلصة معانا كده تعمل عرق كده زي الملوخية. بجد بتبقى طعمها طعم جدا. خلاص كده هي احمرت التحمير اللي احنا عايزينه، وهننزل عليها بشوية من الخل.
وطبعا بعد ما نزلنا عليها كده بشويه من الخل، ممكن ان احنا ناخد كده معلقه وننزلها على العيش بتاعنا ونقلبه فيها. طبعا احنا خلاص كده خدنا التومه كده، معلقه التوم، وهنقلبها في العيش بتاعنا كده عشان يبقى كله واخد من نفس التوم بتاعنا. وهنسيب كده الخل مع التوم كده يغلي كده غلوه، ونحط عليهم الطماطم بتاعتنا. بجد طعم الصلصه كده بيبقى اطعم وتحفه جدا. يلا نضرب الطماطم بتاعتنا ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. وهنا بقى بما ان احنا نزلنا الخل كده مع التوم، طبعا احنا عشان حطينا على العين الصغيره كده معانا، فبجد كله بياخد وقت كده على ما يستوي مع بعضه، بيبقى احلى بكتير واطعم. هننزل عليهم كده بنص كده من دورق الطماطم كده، وهنتبل الطماطم بتاعتنا. وهنا كده يا حبايبي بعد ما حطينا الصلصه كده معانا، مش هنحتاج اكتر من معلقه كده من الكزبره الناشفه، والاساسي طبعا الملح والفلفل والكمون. هننزل كده الملح معانا، ونعمل حساب ان هي كل ما بتغلي كل ما الملح مع الخل بيحدق الصلصه شويه. وهننزل كده الفلفل الاسود وحبه كده من الكمون. طبعا اللي ما بيحبش التوابل كتير تمام، مفيش مشكله، قللي التوابل زي ما انت عايزه. وهنسيبها بقى تغلي كده مع نفسها، وهناخد احلى صلصه للفته. بجد طعمها بتبقى تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. وهنبدا دلوقتي نعمل مع بعض كده الرز بتاعنا. وطبعا دي الفته التقليديه جدا المصريه العاديه، ما عملناش فته الزبادي ولا اي حاجه من الحاجات دي، هنعملها مع بعض بطريقه تانية. بتمنى انها تعجبكم يا رب العالمين. وتدعموني دايما على قناتي على اليوتيوب حلة ضغط واكله جتين، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وبسيطه وباذن الله تعالى. وهنا كده يا حبايبي مكان كده الصلصة بتاعتنا والتومة وكل الكلام ده، هنبدأ نعمل معانا الرز بتاعنا. هننزل كده معلقة من السمنة، وهنبدأ ننزل عليها بمعلقة. وخلاص كده السمنة كده قدحت معانا، هنبدأ ننزل عليها كده بالرز بتاعنا. طبعا ده رز مصري غسلينه ومنضفينه كويس. وهنبدأ نشوح كل الكلام ده مع بعض. قبل الاكل كده بقى بننزل على العيش بتاعنا كده علشان يبدأ يطرى شوية. هننزل عليه كده بحبة صغيرة خالص من الشوربة عشان يبدأ يطرى معانا. وقبل الاكل على طول ننزل عليه بشوية شوربة تانيين سخنين، ونبدأ نكمل وصفتنا. اما اللحمة بتاعتنا فهننزل عليها كده بشوية شوربة كده صغيرين، وهنتبلها التوابل اللي نفضلها ونحبها، شوية ملح على شوية فلفل على شوية كمون، وندخلها الفرن ونشوف هنكملها ازاي. وكده هندخل لحمتنا الفرن وهنستناها بقى لحد اما نطلعها ونشوف شكلها ازاي. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وهنا هننزل كده على الرز بتاعنا كده بمكعب من المرقه، وهنبدا ان احنا نقلب الرز بتاعنا كده في السمنه عشان يفلفل معانا. هنفضل نقلب فيه كده شويه حلوين. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شوحنا كده الرز معانا، وده احسن طريقه للرز بتاع الفته، بعد ما شوحناه كده معانا كده ممكن حطيت ملح، شويه ملح بس. لو بتحبي الكمون والكزبره والكلام ده كله ممكن تعمليه كده معاها رز مبهر كده، بيبقى ليها طعم تاني. بس انا عندي ولادي ما بيحبوهاش خالص كده. خلاص كده الرز معانا يبقى كده مفلفل خالص كده. هنبدا ننزل عليها كده بكبشه كده من الشوربه المغليه عشان يبقى كله واخد من طعم الشوربه بتاعه اللحمه بتاعتنا. وهننزل عليها بميه مغليه، وهنقلب كده كل الكلام ده كده مع بعضه. وخلاص كده هنسيبها كده ونغطيها ونرجع تاني نشوف وصفتها.
ودلوقتي يا حبايبي كده خلاص الصلصه بتاعتنا استوت معانا كده. هنقفل عليها كده لوقت لما نيجي نحضر طبقنا باذن الله تعالى. طبعا احنا كده في انتظار الرز بس هو اللي هيستوي وهنبدا نحضر طبقنا. وكده خلصنا الفته المصريه، بجد طعمها تحفه وبجد ريحه الصلصه بتاعتنا حاجه كده عظمه. خليكوا بقى معانا للاخر وما تستخسروش فينا لايك وكومنت علشان خاطر يوصل لك كل جديد باذن الله تعالى. انا هنا كده العيش معايا ببدا ازقيه كده كل شويه كده من الشوربه، حتى على حسب الاحتياج، اللي بيحبوا كريسبي كده تحت ال الرز. بس ده كده هيبدأ يطرى واحدة واحدة علشان هو كان ناشف اصلا في الفرن، وبعد كده حمرناه في السمنة بتاعتنا بالتوابل بتاعتنا الطعم العظمة ده. كده هنقفل على صلصتنا وهنبدأ نحضر طبقنا. وهنا كده يا حبايبي خلاص طلعنا اللحمة بتاعتنا، طبعا شكلها تحفة جدا. هنبدأ ان احنا نرش عليها كده من التوابل دي. التوابل دي انا عاملاها كده زي الدقية كده اللي بنشتريها مع السميد كده من الفرن والكلام دوت على الشط. بجد طعمها تحفة جدا. اذا كنتوا عايزين الطريقة اكتبوا لي في الكومنتات كده اذا كنتوا حابين ان انا اعمل لكم الطريقة بجد. خلاص كده رشينا عليها كده. طبعا اللحمة دي بتبقى تحفة جدا بالطريقة دي مع الفتة. ودلوقتي هنبدأ نغرف طبقنا. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وكل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير. يلا بينا نغرف طبقنا ونرجع تاني. بس اهم حاجة ما تنسوناش باللايك وكومنت ظريف علشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي شيء. طبعا زي ما احنا ما شايفين كده انا العيش معايا مش بقى عجينة خالص كده، لسه ناشف سيكة كده بسيطة. هنبدأ دلوقتي ان احنا نغرف طبقنا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما حطينا كده الرز، طبعا الرز مفلفل خالص كده، هنبدأ ننزل عليه بشوية صغيرة كده خالص من الشوربة. لازم كل حاجة كده تبقى مزقية بالشوربة بتاعتنا. وكده خلصت الفتة بتاعتنا. مش قادرة اقول لكم ريحة الشوربة تحفة جدا وطعمها روعة. بتمنى تجربوها بقى بالطريقة دي وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقة ولا لا. ودلوقتي كده غرفنا كده اللسان عصفور بتاعنا، طعمه حكاية بالشوربة بتاعتنا. وهنبدأ نحط عليها الصلصة بتاعتنا. وطبعا كده بعد ما خلاص كده بدأنا نزوقها كده وحطينا اللحمة بتاعتنا كده، طبعا طعم التوم كده معاها عظمة بجد. وكده خلصنا أكلة العيد. كل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير، يعود علينا الأيام يا رب العالمين بالخير وبالبركة، ومحد يشوف حاجة وحشة أبدا في حد غيري. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا طبقنا. بتمنى ان الوصفه بتاعتنا تعجبكم بقى وتكون خفيفه على قلبكم. طبعا احنا كده غارفين الصلصه كده معانا لوحدها، وغارفين كده الفته بتاعتنا القمر. طبعا طبق تقدمنا وطبق اللسان عصفور. طبعا شايفين الشوربه صافيه خالص، بجد طعم الشوربه تحفه جدا. بتمنى بقى تدعموني دايما بلايك وكومنت ظريف كده عشان يوصل لك كل جديد، وما تنسوناش ابدا من دعائكم يا رب العالمين في الايام المفترجه، ومحدش يشوف حاجه وحشه ابدا في حد غالي عليه. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، واشوفكم باذن الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في القمر ده؟ فتة العيد. كل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير، يا رب يعود علينا الايام يا رب العالمين بالخير وبالبركه يا رب. طبعا دي الفتة المصرية اللي من كل البيوت المصرية بتعملها أول يوم العيد. بجد طعمها تحفة وطعم التومة باينة فيها. بجد الصلصة عاملينها بطريقة حلوة قوي، لا هي تقيلة ولا هي تقيلة ولا خفيفة. بجد طعمها حلوة وبجد طعمها عظمة جدا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان. هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وبسيطه، وبجد بجد بجد شايفين كده معانا الشوربه صافيه خالص. بجد طعم لسان عصفور بتاعنا حكايه. بتمنى يا رب كل الوصفات تعجبكم، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده. وباذن الله باذن الله باذن الله ما تنسوناش ابدا من دعائكم في الايام المفترجه دي. يا ريت يا ريت دايما تدعموني بلايك وكومنت واشتراك علشان يوصلك كل جديد، وده طبعا على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان. هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه. كل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير، يعود علينا الايام يا رب العالمين بالخير وبالبركه، ومحدش يشوف حاجه وحشه ابدا في حد غالي عليه. اشوفكم باذن الله في وصفه جديده. باي باي.